عسلامة ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هيا وينكم صحابي، شنو احوالكم وشنو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. عندي مدة ما هبطش فيديو على غالب تلهيت شوي. المرة هذه باش نطيب خبزة جاتو في الفورمة فوق الغاز تاع ايام الزمن الجميل. يا اخي قلت علاش ليه ما نبارطاجيش معاكم الطريقة، مع انه نتصور كلنا عنا نفس الطريقة، طريقة اماتنا قبل كيفاش كانوا يطيبوها لنا. اما مثالش حبيت نبارطاجي معاكم الفيديو ونفكركم بك الزمان نتاع قبل وكاللمة وكعبة الكيك وكالريحة نتاعها البنينة اللي خارجة من الفورمة، نبدا تشموا فيها ونستنوا وقتاش تحضر ونقصوها. وتوا هيا معايا نشوفوا المكونات. بالنسبة للمكونات انا خذيت حارتين خاطر الفورمة متاعي كبيرة باش نعمل متاع حارتين عظام. خذيت حارتين عظام، كعبتين ياغورت. الحكة نتاع الياغورت هي اللي باش نقيس بها المكونات الكل. حارتين عظام، كعبتين ياغورت، 4 كيلات سكر بنفس الحكة نتاع الياغورت قيس بها 4 كيلات سكر، 6 كيلات فرينة وكيلتين زيت، وزوج ساشيات خميرة اللي الفورمة متاعه صغيرة يعمل شطار الكمية. وبالنسبة للفورمة متاعي خذيت قالب متاع زبدة دهنتها به مليح مليح ورشيت فيها الفرينة وحركتها باش من بعد تسهل عليا عملية تخريج كعبة الكيك، باش كي نقلب كعبة الكيك تخرج لي بسهولة ما تلصقش. باهي هنا خذيت كعبة حارتين العظام متاعي، ركضتهم باش نركضهم مليح مليح، طبقة ركضهم مليح مليح. ومن بعديك تبدو تزيدوا في السكر، في كمية السكر متاعكم وتركضوا. حطوا كمية السكر متاعنا نركضوها مليح للي يذوب السكر ويتجانس مع الخليط. لهنا ماذا بيكم تركضوا مليح باش السكر هذاك يذوب ويتجانس مع العظام. كما قلت لكم اللي المول متاعو صغيرة يقسم الكمية على 2. وينكم انتوما صحابي، شنو عاملين، شنو احوالكم؟ عندي مدة غبت عليكم على غالب ما هبطش برشا فيديوهات، ان شاء الله نرجعوا في نشاط ونهبط لكم برشا وصفات. به هنا باش نزيد كعبتين الياغورت متاعي، تاخذ القول تحب عليه فاني فريز اي قول متاع ياغورت تحب عليه، من بعد يخلي لك نكهة محلاها في الجاتو. هنا خديت كعبتين الياغورت متاعي زدتهم وباش نبقى نركض مليح مليح. نركض الياغورت نتاعي كيما تراو هذاك راهي فيها كعبة غلة، هذاك علاش هكاك. نركض الياغورت مليح وتوا باش نبدا نزيد الزيت. نبدا نزيد في الزيت تدريجيا ونركض الزيت كيما قلت لكم. بالنسبه لي انا عملت كيلتين زيت نتاع حارتين عظام، كيلتين زيت اللي باش يعمل حار عظام يعمل كيلة واحدة. نزيد الزيت نتاعي بشوي بشوي ونركض الزيت مليح، نركض الخليط نتاعي نبقى نركض. ومن بعديك نزيد الفرينة كما العادة. ما تنسونيش في جيم وابوني، ويا ربي نكون خفيف الظل عليكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو نتاعي، ان شاء الله ينال عجبكم. وطاو كما قلت لكم نبدو نزيدوا الفرينة بشوي بشوي ونركضوا. بالنسبة لي انا عملت 6 كيلات فرينة، وكل واحد كيفاش ديما عينكم ميزانكم، اما راني مكثرية عيني ميزاني ما نكيلش. لهنا استحقيت 6 كيلات. نحط بشوي ونركض، نبقى نزيد بشوي ونركض. توا باش نزيد الكمية اللي بقتلي ونحط فوقها 2 باكوات خميرة متاع جاتو. هنا زدت كمية الفرينة اللي بقتلي كيما قلت لكم. المكونات الكل نقسم بالحكة هذيك متاع الياغورت اللي باش نعملوه. حطيت 2 ساشيات متاع خميرة جاتو. نتوما اللي باش يعمل متاع حار عظام يحط ساشي واحدة تكفي. ونركضوا مليح للي يتجانس الخليط الكل مع بعضه والمكونات تدخل كلها في بعضها. كيما شفتوا باش كامل الكمية اللي بقت لي نتاع الفرينة ونبقى نركض مليح كيما قلت لكم. ما تنسوش باش تخلوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي رايكم في كومنتير عجبكم
الفيديو متاعي، فيديوهاتي عجبتكم ولا لا، باش نكمل نواصل معاكم ونبارطاج معاكم اكثر وصفات ان شاء الله وبقدرة الله. كملت باش كامل نركض الخليط الكل مع بعض مليح، تدخل المكونات تتجانس مع بعضها، ومن بعديك نهز نحطهم في المول متاعي اللي قلت لكم عليه. هنا كملت ركضتها مليح، وباش نجيب المول متاعي. والمول كما قلت لكم انا ذي الفورمه متاعي كبيره حارتين عظام. خذيت طابعه متاع زبده دهنت به مليح، تدهنوا به الفورمه الكل، ما تخليوش حتى بلاصه، ترشوا فيها الفارينه تحركوها على الفورمه الكل، ومن بعديك تصبوا الخليط متاعكم به. انا لهنا الخليط عملته ما زدتوش كاكاو، عملته عادي كيما قلت لكم. نحبها خبزة الجاتو نتاع الفورمه فوق الغاز نتاع قبل نتاعنا واحنا صغار، اكيد كلكم امتكم كانت تعملها لكم. بالنسبه اللي يحب يعمل فيها كاكاو يقسم الخليط على 2، شطر يخليه كيف ما هو، والشطر الاخر يزيدوا 4 مغارف كاكاو ويركضهم مليح. مره يصب الخليط اللي بالكاكاو، مره يصب الخليط العادي. هنا كملت حطيت المكونات تاعي في الفورمه، نغطوا الفورمه نتاعنا ونهزوا نحطوها فوق الغاز تطيب على نار هاديه هكا كيف ما باش نوريكم. وردوا بالكم تنحوا الغطاء، تعرف وقتاش تنحوا الغطاء؟ وقت الريحه نتاع الجاتو تبدا تخرج، تبدا تشموا فيها في الدار، وقت هذاك تهز الغطاء وتشوف الجاتو نتاعك. حطوه على نار هاديه، مش نار عاليه ومش نار ضعيفه. وهذا هي خبزة الجاتو نتاعي بعد ما حضرت. من غير ما نحكي لكم نودكم ولا نشهيكم، ريحه خارجه بنينه بنينه تعمل 66 كيف. بالعمل ما استنيتش تو تشوفوا مازلت سخونه، قصيتها وباش نصورها لكم باش تشوفوها كيف جات. الريحه ما شاء الله خارجه بنينه، والبنه تعمل 66 كيف. ان شاء الله الوصفه نتاعي تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. جات خبزه جاتو كيف نتاع قبل هشوشه ما شاء الله ما شاء الله كيما تراو. شوفوا اصلا زلت سخونه، قصيتها تقصت لي بالسيف باش نجم نصور لكم ونوريكم. ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، ان شاء الله الوصفه نتاعي عجبتكم، ونتقابلوا في فيديو اخر. Ciao ciao.